تتعرض سواحل إيبيريا الأطلسية إسبانيا والبرتغال منذ ليلة أمس إلى هيجان البحر بشكل لم يسبق له مثيل خلال العقود الأخيرة، حيث وصلت الأمواج إلى 22 مترا في بعض الأحيان، مخلفة خسائر مادية. وتزامن الهيجان مع المد البحري وارتفاع قوة الرياح، مما ألحق أضرارا كبيرة بالمدن الساحلية، حيث دمرت الأسوار الواقية ووضعت مصلحة الأرصاد الجوية تنبيه البرتقالي. وبالنمسا لقي شخصان على الأقل حتفهما في انهيارات جليدية بسبب تساقط الثلوج بكميات كبيرة، وذكرت خدمات الطوارئ أن العشرات من الأشخاص تقطعت بهم السبل وهم في سياراتهم شمال البلاد. قبل حوالي نصف ساعة وصل حوالي 80 جنديا من سبيتال، تراهم يفرغون عتادهم وسيقومون بمسح الثلوج عن المباني العامة. عادة تتساقط ثلوج كثيفة في النمسا، لكن هذه الكثافة في وقت وجيز لم يسبق أن شاهدناها، كما كنا نستعد لموسم الثلوج لكن ليس بهذه الكمية. لقد تساقط في 3 أيام قدر ما كان يتساقط في شهر. وببريطانيا حذرت وكالة البيئة اليوم من وقوع المزيد من الفيضانات في أجزاء من جنوب غرب البلاد جراء الأمواج والرياح العاتية، وأصدرت الوكالة 7 تحذيرات تعني الخطورة على الحياة في مناطق عدة في جنوب غرب البلاد.